إذا أردنا تحليل الشخصية الجزائرية، الجزائري أصلا محروم من تاريخه، من هويته، يرى في نفسه دائما نظرة احتقار، وهي الكلمة التي يرددها الجزائريون دائما، كلمة حقرونة أو الحقرة أو حقرو، بمعنى احتقره. وهذه الكلمة التي تردد تبين على أن نفسية الجزائري غير مستقرة، فهو دائما يشعر بالنقص، بمركب نقص، وهي ما تجعله عدواني.